شهر مارس هو شهر المرأة بشكل عام، المرأة المصرية، المرأة العربية، المرأة في العالم، الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وطول الوقت بنقول إن في علاقة وثيقة ما بين المرأة والأحجار الكريمة، بتستخدمها في الزينة، بتستخدمها في الديكور، بتستخدمها دايما في علاقة وثيقة كده ما بين المرأة والأحجار. طبعا هنتكلم النهاردة عن علاقة المرأة، ولكن منذ فجر التاريخ حضارة فرعونية عمرها تخطى 7000 عام، والحجارة الكريمة والأحجار الكريمة لها مكان فيها. ماذا كانت علاقة المرأة الفرعونية بالأحجار الكريمة، وفي الوقت الحالي بقى علاقتها بقت بيها ايه؟ ده اللي هيعرفنا عليه بمزيد من التفاصيل عضو اتحاد الأثريين العرب الأستاذ صبحي الحداد. أهلا بيك يا أستاذ صبحي. أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا في سيدتي. ده بنور حضرتك. الأول أنا عايزة أعرف كل السادة المشاهدين إيه هو اتحاد الأثريين العرب؟ اتحاد الأثريين العرب ده جهة خاصة بحفظ الآثار والتراث في الوطن العربي كله، منبثق من جامعة الدول العربية، والمقر بتاعه في الشيخ زايد. عظيم. هو المقر أو الاتحاد قديم جدا، أسسه الأستاذ الدكتور علي رضوان، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة رحمة الله عليه. طيب جميل جدا هذه المعلومات، ومدخل علمي صحيح وموثق كمان عشان نعرف علاقة المرأة بالأحجار الكريمة. أي نوع من الأحجار الكريمة كانت تفضل وتستهوي المرأة الفرعونية زمان بمختلف بقى طبقاتها، الملكات أو المرأة اللي بتعمل في الفنون الحربية، لأن المرأة الفرعونية اشتركت في كل مجالات الحياة زي ما ده مؤرخ على جدران المعابد الفرعونية. تمام. المرأة المصرية القديمة ده يعني لازم تميز عن المرأات أو السيدات في العالم كله. صحيح. المرأة المصرية القديمة تميزت بحبها للزينة والجمال. كمان مش في الأعياد والمناسبات بس، لا، في الأيام العادية كمان ارتدى الرجال الزينة والزينة بالأحجار الكريمة. وكمان صناعة الزينة والاكسسوارات في مصر القديمة ده من قبل كتابة التاريخ، كمان في حضارة البداري وحضارة نقادة وحضارة نجا حمادي. بعد كده تطورت في مصر القديمة. المصري القديم عمل الاكسسوارات بتاعته من العقود الأحجار الكريمة، كانت بتزين بالجلد الحيوان والكتان وشعر البقر. تمام. دي في الأسرة القديمة. في الأسرة الوسطى تطورت لدى المصري القديم وعملها من المعادن عفوا، عملها من المعادن، وبعد كده كانت يعني بتكسى بالذهب أو الفضة أو النحاس. بعد كده تطورت الفكرة في الدولة الحديثة وأضاف إلى الإكسسوارات الأحجار الكريمة. ليه بقى؟ لأن الأحجار الكريمة لها تأثير سحري على الطبيعة، وكمان لها خصائص علاجية، بتدي راحة نفسية، تخلص من الكآبة، يعني بتدي انتعاش كده، وكمان كانت بتساعد المصري القديم على الصعود إلى العالم الآخر. هذه الأحجار الكريمة اللي وصلنا لها في التدرج التاريخي اللي حضرتك شرحته لنا، الحقيقة جميل جدا هذه المعلومات. إيه أهم الأحجار الكريمة اللي وجدتوها بكثرة كأثريين كباحثين في التاريخ القديم وانتم بتشوفوا بقى استخداماتها المتنوعة؟ إيه كان الحجر اللي متكرر باستمرار؟ أحجار كتير جدا. يعني إيه حجر كريم أصلا؟ الحجر الكريم معناه ده تكون في باطن الأرض من الأبخرة والأدخنة الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة في باطن الأرض. استخرجها المصري القديم طبعا، ويعني لنا الشرف في كده. المصري القديم استخرجها وخدها بقى في الحلي بتاعته. زي ما قلنا ان ليها تأثير سحري على الطبيعة. أحجار كتير جدا بقى، زي حجر اللازورد شفناه في قناع توت عنخ آمون حوالين الحواجب والعيون، والفيروز والكريستال وأحجار كتير جدا. لون الحجر كان بيدل على مدلول معين في الطبيعة، زي مثلا اللون الأزرق ده بيدل على الصفاء والنقاء. اللون الأخضر ده بيدل على التجدد والاستمرار، وده المصري القديم عمله بكثرة. ليه بقى؟
لان المصري القديم كان اهم حاجه عنده البعث في العالم الاخر. ايوه. فعملوا بكثره لان اللون الاخضر بيدل على التجدد، ده خدوا من لون الخضره يعني بيبعثوا من جديد. والملكه كليوباترا السبعه طبعا هي مش مصريه، بس كانت ملكة في مصر وحكمت البلاد لفترات طويلة، واستخدمت كمان الأحجار الكريمة في مساحيق وكريمات للبشرة. يعني كمان الأحجار الكريمة كانت بتستخدم في الحضارة الفرعونية القديمة زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، مش بس في الزينة، مش بس كحلي كإكسسوار، ولكن في لها يعني طبائع أخرى علاجية، لها طبائع أخرى تدعو إلى التجدد، لها طبائع كمان تستخدم في مستحضرات التجميل عند سحقها وخلطها بمكونات أخرى. تمام، ولسه موجودة لحد الآن في هذه الخصائص ما زالت في موجودة التبت في أوسط آسيا والهند. ده تم عن طريق التواصل الحضاري اللي تم بين مصر القديمة والهند في الفترة دي. عظيم. لسه بيستخدموا الأحجار الكريمة كمساحيق لحد دلوقتي. عظيم جدا. طيب انتقالا بقى هنعمل قفزة من الحضارة الفرعونية القديمة ثم امتدادا لتتابع الحضارات، وعندنا هنا في مصر ما زالت السيدات يعني في حالة ولع كده وحالة عشق وتناغم مع الأحجار الكريمة، خاصة إذا كانت أحجار كريمة بينطبق عليها فعلا ده اللي هي جاية درجة نقاء عالية إلى آخره. إيه أكثر الأحجار اللي هي تخطت الزمن وما زالت موجودة بنفس الجودة ولها نفس التأثير؟ الفيروز. لأن لونه أزرق، وده كان بيدل على السحر، يعني التخلص من السحر واي شرور كانت، اي طاقه سلبيه، اي طاقه سلبيه كده او مشاعر سلبيه الى اخره. بالظبط. وكمان السحر واتقاء اي شر، ده بنشوفه كمان على الاثار المصريه القديمه، لان المصري القديم خد اثاره معاه في المقبره عشان يعني يرتديها تاني في العالم الاخر. اللون الازرق او الفيروز بالذات ده عشان يتقي اي شر يمس المقبره، عشان عملية البعث تتم كاملة. عظيم. فالفيروز الأزرق بالذات ده شفناه كتير جدا في الآثار المصرية القديمة. عظيم. عشان المصري القديم كان بيحاول يحافظ على قد ما يقدر على الموميا أو على اسمه الجسد أو على تمثال، أي حاجة تدب فيها الروح في العالم الآخر. طيب إذا كان هذا الحجر ما زال تخطى الزمن وما زال موجود دلوقتي، أشهر الأنواع الأحجار من الفيروز أو الأماكن اللي فيها تكدس من الفيروز، طول الوقت عارفين حتى بنتغنى بنقول إن سيناء هي أرض الفيروز. بالزبط. هل فعلا الفيروز موجود فقط عندنا في محافظات سيناء سواء الشمالية والجنوبية أو موجود في أماكن أخرى؟ موجود في سيناء بس. والمصري القديم اكتشفوا من مناجم سيناء. منتهى الخصوصية طبعا. والمصري القديم اكتشفوا في مناجم سيناء واستخدموا في حاجات كتير جدا، زي ما بنشوف دلوقتي. اصلا حضرتك تعرفي الخمسه وخميسه؟ طبعا الموتيفات بتاعتنا طبعا. دي متاخده من الحضاره المصريه القديمه برضو. أكيد. علشان اتقاء شر السحر والحاجات دي كلها. اي حاجه في عملها المصري القديم ما عملهاش اعتباطا كده. المصري القديم هو يعني الأول في أي حاجة تيجي على دماغ حضرتك كده أصلها مصري قديم. حضارة قوية مكتملة، مش فرعوني. مصري قديم، احنا مش فراعنة. مش فراعنة. لا احنا مش فراعنة، احنا مصريين قدماء. لأن كلمة فرعون دي لها معاني تانية كتير. بالظبط. المصري القديم الفيروز بالذات زي ما قلنا، لأن السحر والحفاظ على الحفاظ على عملية البعث في العالم الآخر. طيب استخدام بقى في العصر الحديث في زماننا دلوقتي، ما زالت السيدات بيقبلن على المجوهرات وعلى الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة. أكثر الأحجار الكريمة من وجهة نظرك كباحث شايف إنها منتشرة في البيئة المصرية وإن هي فعلا بتحتفظ حتى مع مرور السنين بدرجة النقاء ولها نفس التأثير؟ اللازورد والماس. طبعا معروف إن الماس أغلى أنواع الأحجار الكريمة والأكثر شعبية. ده شفناه كتير على الآثار المصرية القديمة. وكمان الحلي والأحجار الكريمة دي كانت من أقدم الصناعات في مصر القديمة، ومش أي حد كان شغال في الصناعة دي. زي ما قلنا كان شغال فيها الأقزام، يعني عشان الأنامل بتاعتهم صغيرة جدا، والصناعة دي بتحتاج لدقة عالية جدا. كمان المصري القديم يعني حط الأحجار الكريمة دي في كل حاجة، يعني مثلا في الأقراط، في القلادات، في التيجان، في الأساور،
في الخواتم، في الخلخال. عملها في كل حاجة المصري القديم. برضه هنرجع ونقول علشان عملية البعث في العالم الآخر. أي حاجة المصري القديم كان بيعملها علشان يحافظ على عملية البعث في العالم الآخر. كان بيحافظ على على وجوده في الحياة الأخرى عندما ينتقل إليها. بالظبط. فبيعمل لها يعني بالظبط. عشان في كده الحياة بنشوف الأولى. تماثيل كتير جدا للفرد الواحد. بنشوف اسمه في المقبرة متكرر كتير. بنشوف حافظ على الأعضاء بتاعته من داخل الجسد بتاعه، خرجها بره وحنطها. كل ده علشان عملية البعث في العالم الآخر تتم، عشان الروح لما ترجع تدب في أي حاجة من دول، فتتم عملية البعث في العالم الآخر. كذلك المجوهرات اللي هي موضوعنا النهارده. طيب الاستاذ صبحي الحداد عضو اتحاد الاثريين العرب، احنا في شهر مارس دايما طول الوقت بنقول ان ده شهر المراه طبعا. يعني يوم المراه العالمي، يوم المراه المصريه، دايما في حاله حراك كده، حتى في مبادرات كتيره بتخص المراه بتبقى موجوده في هذا الشهر. حضاره المراه او دور المراه في الحفاظ على مثل هذه الكنوز، شئنا ام ابينا هي بتخاطب المراه. تمام. طب ازاي المرأة تلعب دور في الحفاظ على هذه الثروات من الأفكار ومن الأحجار الكريمة؟ المرأة المصرية القديمة هي يعني صانعة الحضارة المصرية القديمة. يعني دي يعني هقول لحضرتك ليه. المرأة هي نصف المجتمع، والمرأة هي اللي ربت النص الآخر. صح. يبقى هي اللي عملت الحضارة، لأن هي اللي جابت الملك وربته، هي اللي جابت الفنان وربته، هي اللي جابت النحات وربته، هي اللي جابت المهندس والوزير وربته. يبقى هي صانعة الحضارة المصرية القديمة. المرأة المصرية القديمة حظيت بمكانة عالية جدا. يعني ما كانش ليها مثيل في العالم القديم. المرأة المصرية القديمة ليها دور في السياسة، ليها دور في المجتمع. المرأة المصرية القديمة ليها دور في الحكم، وشفنا عندنا ملكات كتير جدا حكموا مصر. المرأة المصرية القديمة لها دور في تحرير مصر من الأعداء والهكسوس. عندنا ملكات كتير جدا زي تيتي شيري وإياح حتب. الملكة إياح حتب قالت لأحمس يا تحرر مصر من الهكسوس يا ما ترجعش. ضحت بابنها. قبل كده كانت مضحية بسكن رع وكاموس ابنها الثاني وزوجها. تمام. الحقيقة الحديث عن الأحجار الكريمة تطرق بنا إلى الحديث عن المرأة، والمرأة زي ما قال يعني من مدعى سروري الحقيقة أن أسمع هذا الحديث من باحث شاب في اتحاد الأثريين العرب الأستاذ صبحي الحداد، وهو بينهي لقاءه معنا النهاردة بالحديث عن مكانة المرأة طول عمرها. إذا كانت هي المرأة بيقال أنها نصف المجتمع، ولكنها هي التي تبني كل المجتمع، فهي صانعة حضارة قديما وحديثا. شكرا لوجودك معنا. العفو يا فندم. شكرا لعضو اتحاد الأثريين العرب الأستاذ صبحي الحداد، كنت ضيفا كريما معنا النهارده في سيدة. شرف لي. نخرج مع كل السادة المشاهدين لتقرير من تقاريرنا على الهواء مباشرة، ونرجع نتكلم عن مبادرة كبيرة تقوم بها الدولة المصرية واتحاد التحالف الوطني كتف بكتف بعد الفاصل.